لتاني مرة على التوالي في ترشيحات الأوسكارز يحصل حاجة من أغرب الحاجات اللي شفتها الصراحة، ومش مستوعبها، مش قادر أفهم هما بيفكروا إزاي. في فيلم دون الجزء الأول، الفيلم ترشح ل10 جوائز أوسكار وفاز ب6 منهم. أنت متخيل الرقم؟ مش واحدة ولا اتنين، ده كسب 6 جوائز أوسكار في السنة دي. ورغم كده مخرج الفيلم ساعتها ديني فيلينوف مش مكسبش أوسكار، هو ما ترشحش أساسا لولا جايزة. يعني بالنسبة للأكاديمية بتاعة الأوسكارز، المخرج اللي مسؤول عن إن الفيلم يطلع بالجمال ده وياخد 6 أوسكارز ويترشح ل10، وانه مسؤول عن ربط كل الحاجات الحلوه ببعضها والتوافق والتناغم اللي ما بين الابطال والسينماتوجرافي والمزيكا وكل حاجه، ما يستاهلش حتى يترشح، مش يكسب اوسكار. نيجي بقى لتاني مره اللي بتكلم عليها، وهي ترشيحات الاوسكارز للافلام اللي نزلت خلال 2024 واللي منهم دون الجزء الثاني. وبكل سخافه النكته البايخه بتتكرر تاني، الفيلم مترشح ل5 جوائز اوسكار ومخرج الفيلم مترشحش لولا واحده. الممثل جوش برولين اللي مثل في الفيلمين صرح من كام يوم عن الموضوع ده وقال اللي بيحصل ده هو اللي هيخليني فعلا اعتزل التمثيل، لانه غير منطقي تماما بالنسبه لي. طبعا لو شفت الفيلمين ما تنساش تقول لي ايه رايك في الموضوع ده في الكومنتات، وبس كده. سلام.